ايوا نعاود لك قصتي مع الفنيد ديال الضيقه. المهم كنت خدامه في واحد الخدمه، واحد البنت صاحبتي هي ضعيفه ماشي غليظه، ولكن ديك السيمانه جات تبارك الله عندها الحنيكات والكرش وهذا، وجات يعني باين عليها الغد. وانا نمشي عندها قلت لها شنو درتي العفريته، شنو السر؟ قالت لي يا شنو كان واحد الفنيد ديال الشهيه. قلت لها اختي عتقيني به حتى انا ما عنديش الشهيه نهائيا. قالت لي صافي غدا ان شاء الله يكون عندك. فعلا جابتو ليا غد ليه، مشيت انا شربته لمده 15 يوم، بانت لي النتيجه، عجبني الحال وكل شيء ما قدني فرحه. المهم فالساله ليا مشيت للفارماسيين باش ناخذه، ووريت لها القرعه قالت لي يا اختي هذا ماشي ديال الشهيه، هذا ديال الضيقه، وكيخرجوا الطبيب الناس اللي عندهم الضيقه ناريه، بحال عطيتيني شي تصرفيقه. داكشي علاش كنقول كيفاش تنفخت وبانت ليا الشهيه، ولكن كتحسي بواحد الضيق تنفس، وفاش كتمشي كيولي رجليك تقال. وخلى ليا هاد اللعيبه هادي، خلاها ليا وكرهت راسي حتى كيخلي الاثار. داكشي علاش كنقول لكم بعدوا على هادشي تقريبا راه شي 5 سنين فاش كنت انا في دار غفلون. داكشي علاش كنقول لكم بعدوا على هادشي، مضر بالصحه بزاف وحق الله العظيم.